الله من دعاه بدعاء الغريق والله يفرج الله سبحانه وتعالى عنه ويسخر له عباده. اجلس مع نفسك واذكر كما ذكر زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: اظهر مسكنتك واظهر حاجتك، دمعاتك هذا التي تسقط والله ما تروح هباء عند الله، والله ما تروح هباء عند الله سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني، يا رب ضعفت، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي. شوف المسكنة، خفت يا ربي، ولي أبناء عمومة لو مسكوا بني إسرائيل، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شوفوا ركزوا معايا، أنا أحب القصة هذه كثير لأنها تزرع نفس الأمل، مثل ما زرعت مريم عليها السلام وبثت الأمل في نفس زكريا. أنا هذه كلما أضعف أقرأ قصة زكريا، رجل طاعن في السن بلغ 90 كما عند ابن كثير وغيره، أنه رجل احدودب ظهره وسقط حاجباه، وامرأته لا تلد وبلغت 70. يعني عفوا، المعادلات البشرية في أنه يأتي مولود صفر بل بالسالب، لكن مع الله إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. يعني زكريا دعا دعاء الغريق، دعاء الغريق، تأتي البشارة: يا زكريا من فوق 7 سماوات إنا نبشرك بغلام. يا الله يا الله، والله مع الله لا يأس، مع الله لا إحباط لا تثبيط، مع الله كل شيء ممكن، المستحيل ممكن. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وعطايا الله لما تأتي لا تحسب ستأتي بنفس ما تشعر به أنت أو الحاجة اللي تبغاها أنت، ستأتي بشيء أعظم مما تتخيله أنت، لأنه كريم، والكريم إذا أعطى أدهش. شوف العطايا: إنا نبشرك بغلام، اسمع، اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مين سماه؟ الله. الله يا أخي تخيل، الله يسمي العبد، يسميه، والله أي شرف، أي شرف. أبي بن كعب جاء النبي عليه الصلاة والسلام، طرق عليه الباب، قالوا: السلام عليك يا أبي. قال: عليك السلام. قال: الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، لم يكن الذين كفروا. أبي وقف، قال: يا رسول الله أو سماني؟ قال: نعم. بكى أبي، بكى أبي: يا يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.